ومعايشة فرحة الهلال والله عزيزي المتابع هي مش ضد اللي ما يحب الهلال. هذا حق مكتسب نعطيه الهلال. والله لو كان العين ولا النصر ولا الاتحاد ولا نادي خليجي ولا الأهلي المصري، والله أن كنا بنوقف نفس الوقفة معه. لكن الهلال قوة ناعمة كبيرة. في واحد صديقي ميداني الهلال ما يحب الهلال، فيكلمني يقول لي ابو عبد الله، قال تعرف من أسوأ الاشياء انك تكره الهلال. قلت له ليش؟ ليكون قلبت وغيرت؟ قال لا يا اخي الهلال ما تبغي سيرته يجيك في الدوري، يجيك في اسيا، يجيك في كاس العالم، يجيك في تويتر، يجيك في فقال مسبب لي ازمه. فقلت له تصالح مع نفسك. قال لي كيف اتصالح مع نفسي؟ قلت له لا تكره، لا تشجع الهلال، شجع ناديك وناديك نادي كبير، بس الكره يتعب صاحبه ما يتعب احد غيره. فقال لي ناشب لي يقول لي في كل شيء، يعني حتى افتح مع الذكاء الاصطناعي والشغلات هذه يعرف انت تسوي شو بحث ولا. قال يطلع لي الهلال، ادور على النادي يطلع لي الهلال. فحلو التعصب المحمود، افرح بتعثر منافسك، هذا عادي، هذا موجود، هذا في انفسنا جميعا. ما نقعد احنا نروج ان نحن ناس مثاليين وناس ما نزعل وناس ما نغضب، لا. لكن البعض في عنده يتعب نفسه. يا اخي لا تتعب نفسك. انا دوري كاعلامي محايد مهني استمتع بالجميع. قضيه نطرح راي فيها نسولف، قضيه نطرح نقد فيها نتكلم في حدود المعقول، ما نتدخل في خصوصيات الناس، في اسرار الناس. اللاعب الفلاني سوى كذا، احنا نطلب من الله انه يسترنا. كيف نحن نتكلم عن الناس وكأننا افضل من الناس؟ لا والله لا نحن افضل من الناس ولا شيء.